السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى من مطبخ علمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل طاجن بامية سهل جدا مش صعب. هنشوف هيتعمل ازاي. جيب الطاجن، حطي فيه معلقة سمنة، تمام. حطي البصل، شوح شوية البصل، نحط فص المستكة ده معاه، طماطم هحطها تغلي ورا عشان لما تيجي تحطي على الطاجن ما يبقاش بارد، لازم الاتنين سخنين مع بعض بس تغلي عبال ما نعمل الايه الخلط. ادي البصله اهي، ما تحمريهاش قوي عشان الباميه ما تسودش. وادي معلقه توم من اللي احنا مفرزينه، وادي حته ليا علشان الباميه ما تنفعش الا بالايه، يعني ما بيبقاش طعمها حلو الا بالليا، لكن هي جميله في كل الاحوال يعني. خلاص، هنا عندنا التوابل اللي هي مرقه الدجاج اللي احنا عملناها مع بعض، واسيب لكم الرابط تحت، وفلفل اسود وملح. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه انا بعملها. هنحط دلوقتي اللحمه، اللحمه دي بتبقى 3/4 سوا، مش سوا كامل يعني، عشان تكمل سواها فين في الباميه. خلاص، انا زي ما قلت لكم ان لازم القوطه تبقى بتسخن سخنه علشان الطاجن ده سخن. خلاص، فهناخد القوطه اهي وهي سخنه ونقوم حاطينها فوق الايه، فوق اللحمه. خلاص، هنبتدي نحط الباميه دي. الباميه انا كنت مفرزاها اهي، شايفه بتخرج بتلجها كده، بقوم حطاها على الايه القوطه اللي هي السخنه في الطاجن السخن، وتبتدي الايه تستوي بقى مع بعضيها اهي. هتغلي غلوتين وما تستوي ندخلها الفرن ونشوف تحت الشوايه وهنشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. وادي الباميه خرجت من الفرن، ايه رايكم فيها؟ والله العظيم ريحتها في منتهى الجمال. شويه باميه بقى ممكن تاكليها انت بالعيش وجنبها البتنجان المخلل او جنبها رز، حسب ما انت بتحبي تاكليها، ومعاها نقطتين ليمون زي العسل. لو اول مره تخشي قناتي اعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس واعملي شير، وبألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين.